السلام عليكم يا أمهات ويا بنات. النهاردة هنتكلم عن نعمة كبيرة قوي، البنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم صباعي. رواه مسلم. تخيلي، مجرد إنك تربي بنتين أو حتى بنت واحدة تربية كويسة، ده ممكن يكون سبب إنك تبقي مع النبي في الجنة. إحنا ساعات بنفتكر إن تربية البنات حاجة صعبة ومجهدة، لكن الحقيقة إنها أمانة ورسالة، ونعمة مش كل الناس واخدين بالهم منها. المحور الأول: مكانة البنت في الإسلام. قبل الإسلام كانوا بيشوفوا البنت عار لدرجة يوئدوها، يعني يدفنوها حية. ربنا فضح ده في القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. التكوير 8:9. الإسلام غير المفهوم ده تماماً. البنت رزق، البنت باب للبركة، البنت ستر من النار. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قدوة. كان يقوم لفاطمة إذا دخلت، كان يقبلها ويقول: فاطمة بضعة مني. الرسالة: لما تربي بنتك صح، انت مش بس بتحميها، انت بتعبدي ربنا من خلال تربيتك ليها. المحور الثاني: الحنان مش الدلع. الفرق كبير قوي يا أمهات بين إني أحن على بنتي وأديها حب واهتمام، وبين إني أدلعها زيادة وأفسد شخصيتها. الحنان حضن، كلمة طيبة، اهتمام، يخليها واثقة في نفسها. الدلع تلبية كل طلب، تخليها معتمدة ومش صبورة. مثال عملي: لو بنتك طلبت لعبة جديدة ومش وقتها، ممكن تقولي: إن شاء الله في العيد نجيبها. كده أنت علمتيها الصبر. المحور الثالث: تربية البنت على الحياء. الحياء مش ضعف، الحياء قوة وجمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. البخاري ومسلم. لازم من صغرها تعودها تلبس لبس محتشم، تختار ألفاظ محترمة، تتكلم بصوت هادي، وده مش بالقسوة ولا العنف، لكن بالقدوة. قصة: بنت صغيرة سألت أمها: ليه مش بلبس زي صحابي؟ الأم محتاجة تجاوبها بحكمة مش بعصبية. إحنا مسلمين، وربنا أمرنا بالستر، والستر ده تاج على راسك يا حبيبتي. المحور الرابع: الحوار والاحتواء. البنت محتاجة أم صديقة. لو لقت أمها بترفض تسمعها أو بتسخر منها، هتدور على حد بره يسمعها. مثال: بنت رجعت من المدرسة متضايقة وقالت: صاحبتي قالت لي مش بحبك. الأم ممكن تضحك وتسخر، أو ممكن تحتوي وتعلم بنتها إزاي تتعامل. القاعدة: اسمعي أكتر ما تحكمي. المحور الخامس: الحزم بالحب مش القسوة. القسوة بتكسر، الحزم بيبني. ربنا قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طه 44. لو ده مع فرعون، يبقى أولادنا مش أحق باللين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مثال عملي: لو بنتك قصرت في الصلاة، ما تعايلوهاش، لكن ذكريها بحب. قولي: يلا نصلي مع بعض، بدل انت عمرك ما هتتعدلي. المشاكل اليومية وحلولها. العناد: ما تتخانقيش معاها، اعرضي اختيارين مقبولين. قولي: تحبي تلبسي الفستان الأحمر ولا الأزرق؟ بدل البسي دلوقتي وخلاص. الكذب: علميها الصدق بالفعل مش بالكلام، ما تكذبيش عليها في أبسط الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. بخاري ومسلم. الموبايل والنت. المراقبة مش بالتجسس، لكن بالمشاركة. اقعدي معاها، شوفي هي بتحب إيه، علميها إن في أشياء حلال وحرام. المقارنة أكبر خطأ. شوفي بنت خالتك أشطر منك، ده بيولد كره وحقد. قولي: أنا عارفة إنك تقدري تعملي أحسن من كده. المحور السابع: الأم قدوة. لو عايزة بنتك تصلي، لازم تشوفك بتصلي. لو عايزة بنتك تقول الحق، لازم تسمعيكي بتتكلمي بالصدق. التربية بالقدوة أقوى من التربية بالكلام.
الخلاصة: بنتك مش بس بنت، دي أمانة من ربنا. انت اللي بتشكلي شخصيتها، إيمانها، ثقتها في نفسها. ولو عرفتي تربيها بحب وحزم وحياء، هتلاقيها نعمة في الدنيا وذخر في الآخرة. يلا ندعي. اللهم اصلح لنا بناتنا وزينهم بالحياء والإيمان، وبارك في أعمارهن وأخلاقهن، واحفظهم من كل سوء، واجعلهم قرة عين لنا، وارزقنا برهن في الدنيا والآخرة. وختاماً، لو الحلقة دي فادتك ولو بجزء صغير، شاركيها مع أصحابك واعملوا لايك واشتراك عشان توصلكم باقي حلقات عالم زهرة. فاكرين دايماً، تربية البنات مش بس مسؤولية، دي رسالة، ورسالة عظيمة.